وهن ايه دلوقتي بقى ايه، احنا فطرنا وخلصنا وجهزنا كل حاجه، وانا عملت لكم في الفيديو اللي قبل دوت الرز بتاع السمك. دلوقتي بقى هنشطب الحوض واوريكم السمك والجمبري بيتعملوا ازاي. هعمل معاكم السمك والجمبري، بس الاول طبعا نشطب الحوض لان الدنيا بصوا عامله ازاي. بصوا، إيه لازم تشطبي الحوض ومطبخك يبقى نظيف عشان تعرفي تقفي ايه تطبخي فيه. إيه، هشطب الحوض معاكم. بعد ما نشطب الحوض طبعا هما مش مواعين كتير يعني. هشغل الغساله دهيت اهي. هنشغل الغساله برضو سوا، وانا بشغلها هوريكم. انا وريتكم الغساله قبل كده، غساله الاطباق، لان انا جيت لقيتها مليانه اهي. بص جوزي مالها مواعين اهي، هنغسلها مع بعض ونشطب الحوض بتاعنا ونجهز بقى للجمبري والسمك. هو الجمبري بتاعي اللي عندي لقيته الكيس بتاعه كنت جايباه، كان جايبه للملوخيه، بس انا هعمله بقى كده من غير ملوخيه. هعمله مشوي كده بالخل والثوم بقى والفلفل الاخضر والحاجات الحلوه الحبشتكنات ديت، وتعرفوا ازاي الجمبري مع ماما جولا بيتعمل. تمام. يلا هنشطب المواعين دي هنغسلها، وانا بشغل ان شاء الله. وانا بشغل الغساله هنوريكم بنشغلها زي ما شفتوها انا بشغلها الاول. وهنغسل حبه المواعين دول ونروق بقى الرخامات والحاجات دي، ونقف على نضيف بقى نعمل اكلنا وشربنا. تمام. يلا هنبدا بقى نعمل هو الرز على البوتاجاز اهوت. خلاص هنبدا بقى نعمل الجمبري والسمك. يلا حبايب قلبي الحلوين، احنا عملنا الرز اهوت خلاص وغطينا عليه عشان يتشرب. هنعمل الجمبري بقى. جبت الجريل بتاعي، انا الجريل بتاعي تقيل قوي اهو. خليت جوزي شالهولي من جوه، بس ايه تقيله، وحطيت فيه شويه زيت صغيرين خالص اهوت. تقيل عليا طبعا، ما بقدرش اشيله، تقيل على ايدي اهو. وحطيته على النار عشان نعمل ايه، نعمل الجمبري. طبعا انا وطيت على الرز عشان يستوي على الهداوه. وبعمل بقى بعمل الجمبري. انا طبعا غسلت الجمبري اهو، غسلته وصفيته في مصفى. إيه، انا بحب اجيب الجمبري الصغير ده عشان بيستوي بسرعه. إيه، بحب اجيبه عشان اعمله في الملوخيه. الجمبري الصغير ده بيتعمل في الملوخيه. تمام. طبعا انتوا مش شايفين، تقولوا ماما جوله بتقول لنا جمبري جمبري، بس هو اهو النبي جمبري. بحب اجيبه اعمله الملوخيه. فلما جيت لقيت الكيس ده جوزي جايبه، فقلت زي بعض اعمله بالبصله بقى مش مشكله، وينفع برضه اهو جمبري. تمام. انا غسلته حلو خالص وحطيت حبه زيت، سبتهم بقى ايه يطشطشوا كده في الجريل عشان ايه ندهن الجريل بيهم. وبعدين هنزل اول حاجه، هنزل الجمبري على الجريل اهو. بصوا اهو، نزلي الجمبري كده اهو. طبعا انت غسلاه بالملح طبعا ومهيئاه. طبعا انا اهوت يا جماعه، انا بحب اشوي كده الجمبري ده يا جماعه، بيبقى طعمه حلو. إيه، محضره له طبعا بصله شرايح اهيت، ومحضره له طماطمايه شرايح، وشويه جزر من الصغير. ما عندكيش جزر من الصغير اعملي جزر من الكبير خرطيه. وطبعا محضره تومه اهيت بملح وفلفل وكمون وايه تاني اللي عندك بقى، البهارات اللي عندك حطيها، وشطه. توم وملح وفلفل وكمون وشطه وشويه كزبره ناعمه، اي توابل حلوه عندك انت بتحبيها حطيها. طبعا الليمون اهوت، لان انا جيت ما لقيتش جوزي عنده ليمون اخضر، عنده ليمون من اللي هو الازايز ده اهو، ينفع برده مفيش مشكله. بعد ما يستوي ما يتحمر كده شويه الجمبري، هو بينزل ميه يا جماعه. انا عشان كده صفيته في المصفى عشان ما ينزلش ميه كتير اهو. بينزل ميه، اذا عايزه تصفي الميه بتاعته دي تقدري تصفيها صفيها، مش عايزه تصفيها وعايزاها تستوي بيها كده خليها تستوي بيها كده. هتبداي بعد ما يستوي الجمبري نص سوا كده تحطي طبعا الحاجات الاقوى فالاقل فالاقل. طبعا اقوى حاجه في الحاجات دي كلها الجزر. هنبدا نحط الجزر، وبعد ما نحط الجزر هنحط البصل للاخر خالص والطماطم عشان هما بيستووا بسرعه. وبعدين الاخر خالص اروح حاطه التومه ولفاه بيها، وبعد التومه اروح حاطه نقطتين ليمون واروح مغطياها كده بقى 100 100 وتقدري تاكليها. هو كان عايز فلفل اخضر بس انا ما عنديش فلفل اخضر، حطيت بديل الفلفل الاخضر شطه حمراء. تمام. هيستوي بقى الجمبري كده على النار. اول ما يستوي هوريكم بنحط ايه الخطوه خطوه مع بعضينا. تمام. وبعد كده هنحمر السمك. محضره له طبعا انا السمك كمان اهوت، محضره الدقيق. حطيت على الدقيق شويه كمون اهمت، اللي انا هقلي فيه السمك، انا هعمله مقلي. حطيت شويه كمون وشويه ملح وشويه شطه على الدقيق. وتحطي بقى شويه بيكنج باودر عشان يبقى الايه السمك مقرمش من بره. معلقه بيكنج باودر، انا كمان نسيت احط معلقه البيكنج باودر، هحطها معاكم. تمام كده اهي. دي فانيليا، فين البيكنج باودر بتاعي بقى اهو. فين هنا البيكنج باودر، مش عارفه اهوت اهو. كده معلقه بيكنج باودر صغيره خالص اهيت، يعني سنه كده على الدقيق. تحطي سنه بيكنج باودر كده على الدقيق اها، عشان يقرمش معاكي
السمك ويبقى حلو اهو. بس كده يا جماعه. اهم حاجه البيكنج باودر عندي ما بقى ايه، ما بسيبهوش من المطبخ بتاعي. يلا حطينا شويه بيكنج باودر على دقيق السمك، شويه ملح، شويه كمون، شويه شطه. تمام. وهنعمل الجمبري بقى. خلاص حطينا الجمبري اهو. قرب ما يجي ها شويه الميه بتاعته تنشف، ارمي عليه الجزر وبعدين البصل وبعدين الطماطم وبعدين الثوم الاخر خالص مع حبه ليمون. صح كده يا جوزي؟ صح صح. يس. بصي هو بيقول يس يس. ما هو بقى امريكي بقى، خد الجنسيه الامريكيه عمال يتامر عليا ليه يس يس ايه. طيب طيب يا ابو ياس. يلا حبايبي عملنا حطينا الجمبري اهو حبايب قلب ماما جوله. يلا البت الشاطره تقوم تعمل جمبري يلا عشان جوزك يحبك. بصي انا حطيت طبعا الجمبري شوحته شويه وبعدين حطيت عليه الجزر وبعدين حطيت عليه البصل وبعدين الطماطم وبعدين لو عايزه تغطيه شويه كده عشان كله يتشرب من بعضيه غطيه، مش عايزه خلاص. فاضل عندنا اخر حاجه الثوم والتوابل. الاخر خالص لما يستوي تحطي الثوم بتاعك والتوابل وتلفيهم في بعض وبعدين تحطي لهم نقطه ليمون. تمام. وتغطيه وبألف هنا وشفا. شايفين منظر بتاع الجمبري عامل ازاي يا ولاد اهو. شايفين؟ استنى هوريه لكم. بصوا اهو شايفينه اهو. شايفين اهو. تقلبيه بقى. عايزه تغطيه شويه عشان كله يتشرب من بعضيه اغطيه. طبعا انت الملح حطاه على التومه دي. الملح حطاه على التومه دي. تمام. مش تحطي ملح هنا عشان ما يتهريش اهو. هتغطيه شويه باي حاجه عشان ايه كله يتشرب من بعضيه. وبعد ما يستوي هنغرف الرز ونغرف الجمبري وناكل وبألف هنا وشفا. تعالوا معانا. يلا حبايب قلبي اشوفكم بقى في جمبري تاني وسمك تاني. السمك طبعا انتوا عارفين السمك المقلي بيتقال ازاي. هو السمك المخلي هحطه في الدقيق وهقليه في الزيت وخلاص على كده. وهي دي غدانا النهارده. ايه رايكم فيه؟ تعالوا اتغدوا معانا ولنا لقاء تاني ان شاء الله. اتمنى انكم كلكم تشوفوا الفيديو وتحطوا لي لايك وتخشوا لماما جوله بقى وتحيوني زي زمان. يلا اشوفكم على خير يا حبايب قلبي. يا رب يكون يومكم سعيد ويومكم مضحك وكله ضحك وكله فرفش. يلا باي باي يا حبايبي. يلا يا حبايب قلبي بقى خلصنا غدانا. ادي السمك اهو. بصوا مقرمش ازاي، ناشف ومقرمش وجميل اهو. بصوا اهو. شايفين القرمشه اللي فيه اهو. بصوا اهو. شايفين يا حبايبي؟ هو النور مزغلل شويه معلش اهو. تمام اهو. ادي السمك المقلي قليته اهوت وادي الجمبري اهوت بس يعني التصوير مبينه ابيض بس هو مشوي يعني. اهو مشوي اهو. استنوا بصوا اهو. انا طفيت عليه قبل ما يتحمر قوي علشان لما اجي اسخنه ساعه الغدا ما ياخدش سوا اكتر ويتحرق اهو. ادي ده الجمبري اهو يا جماعه. جمبري بالجزر بكله بس كان ناقصه الفلفل الاخضر. وده الرز بتاعنا اهو. يلا هنغرف بقى وناكل واشوفكم في فيديو جديد وسعيد وباي باي واشوفكم على خير ان شاء الله. واستنوني في بث مباشر. باي.